مهرجان اللغة التونسية في دورة 21 مسؤولية كبيرة ياسر. أعتقد أنه في هذا الفترة وجيزة حاولنا أنه نبرمج مجموعة من الفقرات اللي تخلينا نرجعوا مكان لهذا المهرجان. هذا المهرجان كان من المهرجانات المرجعية في الميدان الموسيقي. في فترة من فترات غاب. آن الأوان أنه ترجع الأغنية التونسية وتأخذ مكانها، خاصة في ظل هذه التحولات التكنولوجية اللي صايرة في العالم الآن. لابد أنه الأغنية التونسية وخاصة الوترية تأخذ مكانها. نشوفوا أنه المهرجان اللي انطلق من 7 ل 12 فيه العديد من السهرات. في سهرة لتكريم المطربة الراحلة التونسية ذكرى محمد. ذكرى محمد اخترناها باعتبارها الله يرحمها كانت سفيرة للأغنية التونسية، عرفت بالأغنية التونسية، تواجدها وما حباها الله بها من صوت اللي معناتها نالت به استحسان وإعجاب كل العالم العربي. أيضا مش يساهم في هذا مجموعة من الضيوف من مصر، من لبنان، من ليبيا، أيضا من تونس بطبيعة الحال باش تكون في هذه السهرة التكريمية لذكرى محمد. هناك سهرات أخرى لتكريم يعني وجوه فنية غادرتنا ولكن تركت بصمة في السجل الغنائي التونسي. كي نقول نعمة، كي نقول عليا، كي نقول الجموسي، كي نقول علي الرياحي، الهادي جويني، صليحة. أعتقد من منا أنه إلى الآن ما يتمتعش بهذه الأغاني. حبينا أيضا جيل ثاني يكون معاهم يؤديوا الأغاني متاعهم، وفي نفس الوقت المسابقين يكونوا في هذه السهرات، فهكاك يكون فما تواصل بين ثلاثة الأجيال. هناك أيضا الناس اللي متوجين بالأغاني في الدورات السابقة باش يكون لهم حضور في سهرة الاختتام، حتى أنه المهرجان يؤدي رسالته في لم الشمل بين جميع الفنانين التوانسة. كما قلت لك المتسابقين في حدود 24 14 في الوتري و10 في الأنماط الجديدة. الجوائز القيمة المالية 100,000 دينار، 30,000 دينار، 20,000 دينار، 15,000 دينار. رجعنا للتكريم من خلال التتويج بالميكروفون الذهبي والفضي والبرونزي. أيضا هناك أيضا جوائز أخرى قائمة من اتحاد إذاعات الدول العربية، من التلفزة التونسية، أيضا من مؤسسة حقوق التأليف والحقوق المجاورة. نحاولوا من خلال هذه الدورة أنه نسترجع ذكريات حلوة لمهرجان الأغنية من خلال هذه السهرات اللي هي عندها ذكريات مع كل تونسي، وفي نفس الوقت أنه نعطيه المجال للناس خاصة الشباب المولعين بالأغنية الوترية، وتأخذ الأغنية الوترية مكانها الطبيعي في الوسط الثقافي الفني. بطبيعة الحال ما أنه أنا ما ناخذش مسؤولية في معناها جامي بصراحة، حياتي كاملة أكثر من 25 سنة نغني ديما ونلحن وندور وفي العالم العربي الكل. والحقيقة ما أنا بيدي ما نراش روحي برشا فيها، لكن بصراحة في المجموعة اللي ريتها سنة وسي محمد الهادي وعادل لقيت فما جو باهي باش نخدموا فيه مع بعضنا، وما فماش دي كونترانت بالكل. حاولنا بقدر المستطاع انه الناس كل يكون فما تيليباتي بيناتنا، وهذا هو اللي صار والحمد لله. وهذه هو الخدمة الأساسية متاعي أنا اللي معناها اقترحوا عليا، إلى جانب بطبيعة الحال الاستشارات الفنية في كل شيء مع عادل والحمد لله. بالنسبة لي أنا سهرة الافتتاح هذه لأنه ذكرى ما تعرفوا ذكرى عملت باركور عربي. حبينا نكونوا معناها تطلب مني انه فما مطربين عرب لازم يكونوا موجودين، معناها اللي هما باش يعطيو اشعاع زاده للانطلاقه نتاع المهرجان نتاعنا. ذكرى خدموا معاها توانسه، خدموا معاها معناها مصريين، سورتو برشا المصريين اللي نجحوا معاها. حاولنا بقدر الامكان انه
ما نجمناش نستدعوا الناس الكل، لانه هذا بيدجي كبير وهذا يتكلف تكاليف كبيره، لكن حاولنا باش نجيبوا ناس عندها قيمه فنيه، لانه ذكرى فنانه كبيره وتعرفوا كلنا قيمه صوتها. تتصنى بالاخيان الفنانين اليوم اصدقاء، انا شخصيا تعاملت معاهم كملحن ونعرفهم، وابداوا استعدادهم باش يجيوا، وان شاء الله يكونوا موجودين معنا. معناها اسامي كبيره كيما هاني شاكر اللي نعتبره واحد من اكبر الاسماء العربيه، محمد الحلو زاد كيف عندنا من ليبيا زاد، ما ننساوش ليبيا اللي هي زاد فتره مهمه عدتها ذكرى في ليبيا، باش يكون فما اغاني ليبيه تتغنى باصوات ليبيه. شاب جيلاني زاد كيف اعرب على يعني باش يكون موجود معنا، ايهاب توفيق، برشا اسماء. صابر باش يكون موجود معنا، لطيفه، تبارك الله. معناها الناس كل مستعدين باش يغنيوا، وان شاء الله تكون سهره الافتتاح تكون سهره معناها فنيه معناها بامتياز. انا هذا هو اللي نتمناه، انه تكون سهره بالحق، الى جانب بطبيعه الحال الفرقه اللي فيها القائد يوسف بلاني وسي عبد الرحمن العيادي زاد عنده بارتي باش يقوم بها. معناها نتصور انا الموسيقى الباهيه والموسيقى ذات جوده كبيره هي اللي باش تفوق في السهره الاولانيه ان شاء الله. بالنسبه للتكريمات، هو كل عام انا حبينا نعملوا يعني عاده سنه تكون موجوده، ساعه تكريم من غادرونا. لا معناها برشا غادرونا، ما نحبش نذكر باش ما ننساش، من عازفين، من ملحنين، من مطربات خاصة. ثم تكريم لموسيقيين مازالوا على قيد الحياة، معناها موسيقيين كبار أعطاوا للمجال الموسيقي. ثم السنة خذينا أنتام الكمانجا، حبينا نكرموا عازفين أقل واحد فيهم عنده كارير تاع 40 سنة زادة في سهرة وحدها. وأخيرا تكريم صحفيين اليوم واكبوا المهرجان من دورته الأولى أو من دورته الأولى إلى يوم الناس هذا. يعني أما تبقينا مش التكريمات الكل في ليلة واحدة، من غادرونا باش يكونوا في الافتتاح، وتباعا في الليالي معناها كل ليلة يكون معنا يعني مكرمين، مرة صحفيين، مرة عازفي كمانجا، ومرة معناها موسيقيين كبار موجودين، وإن شاء الله ربي يفضلهم ويطول في أعمارهم. هذا بالنسبة للتكريمات. بالنسبة للسهريات، ثم 4 سهريات للمسابقة، 3 وتري، 1 أنماط جديدة، افتتاح الذكرى واختتام باش نكرموا فيه أو نسترجعوا فيه بالذاكرة الأغاني اللي ربحت في الدورات السابقة، وخاصة الدورة الأخيرة. عندنا 2 جون اليوم ربحوا، أحمد رباعي وسيف الدين التبيني، مع أقطاب الأغنية التونسية، عدنان شاويشي، شكري بوزيان، شادي الحاجي، سلاح مصباح، يعني الأسماء عديدة، مدام رحاب الصغير، يعني الناس اللي خذت جوائز على امتداد دورة المهرجان. هي التسمية، يعني هي التسمية، لكن كيف راهو الجائزة تقتسم بالتساوي بين المؤدي، الشاعر، الملحن والموزع. معناها سميناها سنة ميكروفون، عاودنا رجعنا الميكروفون. وثم جوائز أخرى زادة موازية خذيناها من عند مؤسسة حقوق التأليف والحقوق المجاورة، اللي هما 3 جوائز بور لي جون تالون، معناها للصغار، باش عندنا فيهم قائمه اللي هما اول مره باش نشجعوهم، باش ناخذوا منهم بطبيعه الحال جائزه تعطى على مستوى التاليف، على مستوى التلحين، وجائزه على مستوى الاداء. ثم 2 جوائز اخرى، جائزه اخرى تتعطى لنا من طرف اتحاد الاذاعات والتلفزيونات العربيه لاسبو، وثم جائزه الجمهور زاده. 10 جوائز يظهر لي ما احنا ماهوش هدفها، ما يراو حد غضبان. وحاجه اخرى زاده نستانسوا اللي راهو نشاركوا نتلموا نتلاقاو، مش بشرط هي تكون جائزه، كان جات جائزه جات، كان ما جاتش هي وجهه نظر. نجم راهو ثم برشا غنيات خذت جوائز وما اشعتش، ثم برشا غنيات ما خذتش جوائز واشعت. يعني يلزمنا زادا يكون عندنا ثقافه جديده باش نقبلوا اراء الناس، وهذه ابريتو في الاخر كل راي وحتى مجموعه اراء هي تبقى اراء في الاخر، واراء نسبيه، معناها لا احد يملك الحقيقه.